السلام عليكم يا جماعة. اليوم جبت لكم تجربة مختلفة ومخيفة شوي. لعبة بيبي إن يلو راح نعيش مع بعض. تجربة العناية بطفل غامض، طفل يبان بريء لكن مخفي فيه أشياء ما نتوقعها. كل ليلة راح تكون أصعب وأغرب من اللي قبلها، وراح نحاول ننجو من المفاجآت اللي تنتظرنا. خذوا نفس عميق وخلونا ندخل عالم الرعب مع بعض. استعدوا، الليلة الأولى على الأبواب. أوكي، هذه هي الغرفة. يقولون أنه المفتاح تحت النبتة. لقينا المفتاح، خلينا ندخل منزل الطفل المسكون. اوكي، بدينا لعب. هذا هو الطفل المسكون، هذا بده يخوفني. ما شكيت رأس البيضة هذه يخوفني. المهم تقول نشربه حليب، خلينا نجيب له حليب يشرب. اوكي، الثلاجة هون، وهذه احلى رضاعة حليب لأحلى رضيع. لا يا اخي، شكلك تعاني اسهال. يا اخي تأكل من جهة وتخرج من جهة. خلينا نغير له حفاضته عشان ما تطلع منه ريحة لما يركض وراي. لا لا، وقف. كان هون يا أخي، شكله تعلم الانتقال الآني من جوكو. وهناك رأس البيضة، خلينا نوديه لغرفته عشان ينام. تعال، نسيت ما غيرت لك ملابسك، ريحتك تنشم من بعيد. ندلعه كمان، نقرا له قصة. يا أخي لو كان عندي ولد مثل هذا قرأ له الفاتحة على جنازته، مو قصة. وأخيرا نام إن شاء الله، ما تصحى الصبح يا أخي. غريب، وش قاعد يسوي؟ شعار قناة سميراتيفي، أظن إنه في مؤامرة. وأخيرا في مهمة تقول روح استريح. يا أخي تعبني رأس البيضة. يا أخي توني قلت راح استريح، قام يصارخ. خلينا نشوف وش في هذا الأهبل. شكله انتقل للمطبخ، ما يكون إلا جوع نص الليل. يا حمار، ما قلت لك نام وقريت لك قصة؟ وش تساوي هون؟ ما انك ما حبيت تتبع القواعد، خليني اوري لك شيء راح يعجبك. هكذا احسن صح؟ الان راح تنام وانت مرتاح ونظيف. خلينا نعطيه دمية عشان ينام ونروح احنا ننام. واخيرا شوية راحة. اليوم الثاني والطفل شكله لساته نايم. في مهمة تقول جيب له الحليب، خلينا نجيب. يسكر الباب في وجهي، ما تستحي. وينه الحليب؟ توه كان هون. غلق علي الباب الغبي، شكله ما تعلم من اليوم الأول. وأخيرا لقيت الحليب. واو، هذا متبقي. فهذا البيت تهرب لي حفاظة وأنا أركض وراها. دخلت للغرفة، كانت مغلوقة. صدمت بالجدار في مصاصة أسطورية هنا. لا، هنا زدت عن اللزوم. ما أحتاج توريني إنك تقدر تنتقل من مكان لمكان. تعال اختبرك إذا تقدر تنتقل لما تكون تنطبخ. نعم التربية والأخلاق، ما ينام إلا إذا تعاقب.
تذكرت إنه لازم أعطيه دمية. وأخيرا افتكينا من شره، خلينا نروح نرتاح. الباب يدق. شكله الطفل طالب حماصة خبز. لا، الدمية اللي أعطيتها له ضربها ورماها. خلينا نرجع نرتاح. اليوم الثالث أخيرا. الطفل الفوق، صوت الرعد أخافه، خلينا نروح نهدأه. جعت شوي، خليني أكل. أوه شيت، شو صار؟ أصابتنا اللعنة. مكتوب فيد مي، يعني إنه غاضب وبده يأكل. أوه شيت، الثلاجة صارت واسعة أكثر من رواقي بيتنا. لا أترك الباب، شكله بده ينتقم. خلاص سامحني، تفضل أشرب حليبك. عادي، لا تقلق، راح أغير لك ملابسك وبكل فخر. أهم شيء ما تساوي لي شيء، اتفقنا؟ ما في حل من غير المصاصة الأسطورية. أوكي، وأخيرا أظن أنه رجع لطبيعته. وش قاعد يصير؟ غلب الأوضاع، صار بده هو يقرأ لي قصة. مسكتك نام، وغدا رح أجيب لك شيبس. اوه شيت، وش قاعد يصير؟ وات ذا هيل؟ وهكذا وصلنا لنهاية الحلقة. إذا عجبكم الفيديو اضغطوا لايك واشتركوا في القناة وخلوها 15 لايك عشان نكمل مباشرة الحلقة الثانية مع بيبي إن يلو. استعدوا للحلقة القادمة، ما أحد يعرف إيش ممكن يصير. شكرا على المشاهدة، ونشوفكم في الحلقة الجاية.